تعالوا أخبركم على قصة هذا الشاب. أهلا وسهلا فيكم في كيف ريل جديد وحلقة جديدة يا جماعة الخير. احنا كلياتنا لما بدنا نهدي حبيبتنا خطيبتنا اللي هي امنا بعيد الام، ابونا، كلياتنا اي حدا بده يهدي فينا هدية متواضعة وحلوة وبتعبر عن المشاعر نهدي وردة، صح؟ اوكي يا جماعة الخير، هلا بيحكوا انه الفن والمهارة بتنولد من المال، ولكن هذا الحكي غلط. اليوم يا عزيزي وعزيزتي المشاهدين، اليوم معنا شاب من اليمن غير هاي الميزانية كلياتها، وبالفعل انه من الفقر بتطلع المواهب. خليني اعرفكم على الشاب يا اخوان. اوكي اعزائي المشاهدين، هذا شاب اسمه محمد علي الحدائي من اليمن يا اعزائي المشاهدين، صانع الورد. اوكي اعزائي المشاهدين، بدي اياكم كلياتكم، بدي فزعتكم، بدي فزعة الناس اللي بتحبني تروح تدعم هذا الشاب محمد علي الحدائي يا جماعة الخير على الانستغرام، وتطلبوا منه انه يعمل لكم ورد يا اخوان. انا يا جماعة الخير بمتن كتير 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 لهيك ناس بتقدر بتصنع المعجزات وبتقدر بتطالع مواهبها من الصفر. لهيك يا اعزائي المشاهدين انا بضل بقول لكم انه امنوا بطموحاتكم وامنوا بشغفكم، الا ما يجي يوم ويجي دورك يا عزيزي المشاهد. نعم، بدي اياكم يا اعزائي المشاهدين كلياتكم تروحوا لعنده تقولوا له تكتبوا له نحن من جيش ام خرطوش، وهذا حسابه يا اعزائي المشاهدين على الانستغرام. بتمنى تثبتوا وجودكم كلياتكم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.